عارف اللحظة اللي بتحس فيها إنك مش قادر تكمل؟ اللحظة اللي بتحس فيها إنك حاولت كتير ومفيش نتيجة؟ كلنا مرينا بيها. بس الفرق مش في اللي بيحس بالتعب، الفرق في اللي بيقوم رغم التعب. النجاح مش للي ما تعبش، النجاح للي تعب وكمل، للي وقع بس قرر يقوم تاني. الحياة مش دايما هتبقى سهلة ومش هتفتح لك أبوابها كل مرة، بس لو استنيت الظروف تبقى مثالية هتفضل مكانك. انت محتاج تقوم حتى لو كل حاجة جواك بتقولك تقعد. محتاج تصدق ان كل مجهود بتبذله النهاردة هو اللي بيشكل بكرة. مفيش حاجة بتضيع، لا دمعة ولا خيبة ولا لحظة ضعف. كل حاجة بتمر بيها بتبنيك حتى لو انت مش واخد بالك. متقولش انا مش زي الناس، متقارنش نفسك بحد. كل واحد ليه رحلته وليه توقيته، وانت ليك وقتك وهتوصل. المهم انك متقفش، حتى لو مشيت ببطء بس المهم تمشي. حتى لو وقعت قوم، حتى لو حد ضحك عليك اضحك لما تنجح. صدقني، أجمد انتصار هو اللي بيجي بعد تعب حقيقي. الناس بتفتكر النجاح صدفة، بس هو قرار. كل يوم بتختار تكمل ولا توقف، وكل يوم بيعدي هو فرصة تانية تثبت إنك أقوى من اللي بيحاول يكسرك. أنت مش قليل ولا فاشل ولا ضعيف، أنت شخص لسه بيتشكل وبيتكون وبيجرب، وده لوحده كفاية يخليك تكمل. اوعى تسمح ليوم صعب يعرفك مين انت، واوعى تسمح لخوفك يحدد مستقبلك. انت اكبر من اللحظة دي واجمد من كل حاجة وقفت قصادك. فخلي ايمانك بربنا وبنفسك اكبر من اي وجع واقوى من اي فشل، لانك ببساطة اتخلقت علشان تبقى بطل. وفي ختام الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتنا رأيك، دعمك يهمنا.